صباح الخير. ازيكم؟ النهارده هحكي لكم حكايه غريبه، ويا ريت اللي عنده حل ليها يبعتهولي. بعتت لي واحده قالت لي انا لبنت وحيده، وكنت بحب باباها جدا، والبنت كانت متعلقه بباباها جدا جدا، وكان راجل طيب جدا، حنون جدا، عطوف جدا، وكان بيعشقني انا وبنته. وفجأة والبنت في ثانوي اتوفى أبوها، وانهارت البنت وتعبت جدا، ووقفت جنبها وكرست حياتي كلها ليها لغاية ما قدرت إنها تعدي الأزمة وتنجح في الثانوية العامة وتدخل الجامعة. وهي في سنة أولى في الجامعة اتعرفت على شاب زميل ليها وحبوا بعض بعلمي، وكان ولد قريب جدا في أخلاقه من أخلاق باباها، ويمكن ده اللي شدها ليه. كان حنون وطيب وبيخاف عليها، واتفقوا على الجواز أول ما يخلصوا الجامعة. وجالي الولد وقال لي إنه هو هيفاتح أهله أول ما يخلص الجامعة ويجوا يخطبوها. وفضلوا 4 سنين الجامعة في علاقة الحب الشريفة البريئة دي هي بعلمي. وفي آخر سنة قبل الامتحانات بشهرين اختفى الولد وبطل يروح الكلية. قعد أسبوع مختفي وما بيردش على تليفوناته. وبعدين ظهر، ولما سألته بنتي ايه اللي حصل قال لها ان عمه اتوفى، وان هما كانوا في البلد علشان الدفنة والذي منه. وخلاص، ومشيت الأيام وامتحنوا ونجحوا، والمفروض انه يجي يتقدم للبنت، لكن فجأة بلغها انه مش هيقدر يتقدم لها، لانه باباه وعمه كانوا متفقين انه هيتجوز بنت عمه من وهم صغيرين، وإنه هو كان ناوي يفاتح عمه وباباه في موضوع جوازهم أول ما يخلص الكلية، ويرفض جوازه من بنت عمه. لكن اللي حصل إن عمه اتوفى، وبكده بقت بنت عمه يتيمة ومسؤولة منه، وإنه مش هيقدر يفاتح باباه في الموضوع ده وعشان كده هو مش هيقدر يوفي بوعده لبنتي. وانهارت بنتي تاني، وعاشت أسوأ 3 سنين في حياتها. اكتئاب على طول، مش عايزة تقابل حد، ما عندهاش ثقة في أي راجل في الدنيا، ورفضت كل العرسان اللي تقدموا لها. أنا مش عارفة أعمل معاها إيه. لو عندكم حل قولولي.